سواق تريلا كان بيمشي بسرعة رهيبة على الدايري أو على الطريق. هم وقفوا في الكارتة بتاعت الشركة الوطنية بتاعت الجيش، وهو داخل خبط أخويا. فأخويا نزل عشان يوبخه ويقول له ايه اللي انت بتعمله ده. ومش اخويا لوحده، اللي انا عرفته من الشهود الناس كتيره نزلت تتخانق او تتشاجر مع الراجل، مش تشاجر، بتشد معاه ايه اللي انت بتعمله ده وايه اللي انت عملته و فشهاب اخويا عرف نفسه ان هو يعني عقيد، هو كان عقيد، هو عقيد معاش بالقوات المسلحه يعني. فعرف نفسه عقيد شهاب كذا، هات لي رخصك، هات البطاقه، انزل كلمني. قال له لا مش نازل، لا مش عامل. طبعا الناس كلها شدته، انت بتتكلم كده ليه، انت بتتكلم بالطريقه دي، انزل اتكلم معانا زي ما بنكلمك، انا مش نازل. وراح قفل على نفسه الازاز. برضو الكلام الناس بتقول ان هو قال له طب انا هطلع لك. شهاب من النوع اللي يعني ما بيسيبش الحق غير لما لازم يتكلم وياخد موقف. فقال له طب انا هطلع، هطلع لك. في الولد ده في اللحظه دي قرر ان هو يهرب بالعربيه. ابتدى يتحرك شهاب، راح واخد رد فعل لا راضي ان هو يتشعلق في العربيه عشان ما تهربش. والسواق ما كدبش خبره وفضل مكمل بالعربيه ومشي بالعربيه وشهاب متشعلق بيه. طبعا الناس بتتكلم بقى كل ده، هو طريق الواحات بينزل ياخد يوتيرن كده، خد اليوتيرن. ففي اللحظه شهاب ايدي فلتت ونزل تحت العجل. بعض الاقاويل بتقول ان هو السواق حاول يعني يحرك الدركسيون بتاع العربيه عشان يرميه، يعني ينطره بره العربيه عشان ما يبقاش متشعلق بيه. انا مش عارف مدى صحتها. لكن في الاخر هو كان عارف ان هو متشعلق معاه، وان هو يعني ماسك في العربيه. وبعد ما ولما وقع داس عليه وما وقفش، لان يعني بطبيعه الحال العربيه لما بتدوس على طوبه صغيره العربيه بتتحرك، فما بالك بجثه او بجسم بني ادم. فيدوس عليه واكيد العربيه اتحركت، واكيد هو عارف ان هو داس عليه وما وقفش، بالعكس ده هرب. و... و... لكن بفضل الله طبعا المباحث جابته، وهو حاليا محبوس في القسم. والموضوع احنا يعني انا في القصه دي بقالي 3 ايام مع النيابه مع النيابه ومأمور القسم الثالث بتاع اكتوبر والاجراءات ديت وبس. ده الموقف يعني. يعني ما يعني احنا ما عندناش، ما ينفعش تخش مثلا كلية هندسة فرع زايد وما تقابلش دكتور شهاب، يبقى انت ما دخلتش اصلا كلية هندسة في الجامعة الكندية. لازم تخش الجامعة الكندية فرع زايد وتعدي على دكتور شهاب. مفيش حد ما بيعديش عليه وياخد منه نصايح او يتلاقي على الاقل موقف جدعانة منه وما يحبوش بجد. يعني كان شخص محترم جدا. دكتور شهاب كان مش مجرد دكتور، كان أب ومعلم وأخ وصديق. كان بيسمعنا في كل مشاكلنا. كان احنا المفروض ان في حد مختص بشؤون الطلاب، احنا حرفيا ما كناش بنروح له. احنا كان عندنا دكتور شهاب ده هو يعني دكتور لحل مشاكل جميع الطلاب، من اول ما الطالب بيدخل لاخر طالب بيخرج. كان بيسمعنا في مشاكل الجامعة، بس كان بيسمعنا في المشاكل اللي بتخصنا حتى في حياتنا الشخصية. لو أي واحدة وقع في مشكلة كان بيحلها. كان من أعظم الدكاترة اللي ممكن تديك النصيحة، وتديك النصيحة تاخدها عن ثقة. أنا آخر مرة كنت معاه فيها قبل ما الدراسة تتوقف، كنت داخلاله والله العظيم. انا كان في حاجة مفرحاني داخلة بفرحه بيها، قال لي يا هاجر لو كنت اعرف ان الحاجة دي هتفرحك والله العظيم كنت عملتها لك من بدري. قلت له يا دكتور فعلا الاب مش بيتعوض، بس فعلا في جنود ربنا بيبعتهم لينا، وحضرتك جندي من الجنود دي.
ففعلا دكتور شهاب ده جند من جنود ربنا اللي كان واقف مع جميع الطلاب. انا فعلا لو احكي المواقف ليه بس معايا فانا مش هيكفيني ساعة ساعتين يوم، حرفيا ليه مواقف كتير. دكتور شهاب واخد حب الملايين، هو حرفيا دكتور عظيم بالنسبة لنا كلنا بنحترمه جدا، سواء طلاب، زمايله، أهله، أي حد يعرف دكتور شهاب لازم يشهد فيه شهادة يعني كلها مليانة بحسن الأخلاق وحسن السير. لا، دكتور أخلاق من الشخصيات العظيمة جدا اللي كنت أتمنى حضرتك تتعامل معاها، وأتمنى إن هو كان يبقى عايش دلوقتي ويشوف حب الناس ليه وحب طلابه وزمايله، مع إنه أصلا كان عارف إن إحنا بنحبه قد إيه، وكان حقيقي دايما بيحب يشوفنا ويشوف أي طالب، ودايما كان بيسألنا على صحتنا ومذاكرتنا واهتمامه بينا وبيدعمنا. ربنا يرحمه وما يعزمش على اللي خلقه، بس إحنا كل اللي طالبينه إن حقه يرجع. احنا كل اللي طالبينه بجد ان حقه يرجع وينتقم منهم، عشان ده طالب علم. حرام يموت على ايد جهلة، حرام يموت على ايد ناس ما عندهاش دم ولا قلب. حرفيا كلنا قلوبنا موجوعة، والله العظيم كلنا موجوعين للخبر ده ومحدش مصدق. احنا كلنا في ذهول، حرفيا كلنا في ذهول. بصي، هو اولا كده الدكتور شهاب من احسن الشخصيات اللي كانت في الجامعه، الله يرحمه يعني. هو يعني كان فضل علينا كتير قوي، بخصوصا ان احنا مثلا لما كان بيحصل معانا مشكله كان هو الوحيد اللي بيقف جنبنا. كان مثلا اي حاجه بنحتاجها بنروح له، هو اللي بيحلها لنا. يعني كان هو بيعاملنا زي ولاده الصغيرين كمان، واحنا كنا بنعامل بنفس المعامله اللي هو كان كأب لينا برضه. احسن الشخصيات اللي كانت في الجامعه، الله يرحمه يعني. ده يعني كان شخص محترم جدا. دكتور عظيم بالنسبة لنا كلنا.